ازاي تحولي ورك الفرخة الغلبانة اللي بتشتريها لورك ديك رومي؟ بصي بقى، كل رزاية وبنت خالتها، احلى رز مفلفل ممكن تاكليه في حياتك. طعم ومذاق رهيب جدا، وازاي تطلعيه باللون الخرافي ده، وازاي يطلع معاكي بالجمال ده. نبدأ الفيديو بتاعنا على طول، واحلى صينية اوراق دجاج محشية تاكليها في حياتك. نبدأ الفيديو بتاعنا ونقول بسم الله. انا هعمل 6 اوراق كبار كده، فاستخدمت لهم بصلتين حلوين، ورقتين من اللورة، 4 5 قرون من الفلفل المفروم، وانا كنت مصلصه، كنت عامله صلصه في الفريزر، طلعت نص كيس بس، يعني تقريبا نص كيلو من عصير الطماطم. طبعا منزوعه القشر ممكن تستخدميه وتبشريه كده على طول. ومعايا كمان معلقه مليانه من الملح، معلقه مليانه من الفلفل الاسود، معلقتين من بهارات الفراخ، معلقه من الكزبره الناشفه، معلقه من الزعتر، نص معلقه من الزعتر، نص معلقه كامله من البابريكا. قلبي كل الخليط الحلو ده، وما تنسيش ورقتين من اللورة وعصرة ليمونة، واركني الخلطة الحلوة دي على جنب. اول ما تجيبي اوراق الفراخ وتغسليها، ما تنزعيش الجلد اللي بتكون من جوه دي كده اهو، خليها علشان دي اللي هتثبت لي الحشوة الحلوة بتاعتنا. امسكي بقى اوراق الفراخ بتاعتك، وابدأي اعملي لها ثقوب كده اهو، او فتحات صغيره بطرف السكينه. بصوا انا بسيب الجلد او الدهون، بسيب الدهون كده اهو. انا بغسل الفرخه زي ما هي، مش بشيلها خالص ولا بنزعها. ليه مش بتشيليها؟ علشان دي بقى بتبدأ تسيح، خصوصا في الفراخ المشويه، وبتدي مذاق طعمه رهيب جدا لاي صينيه انت بتعمليها، او للفراخ المشويه. واللي حابب بقى وهو بياكل كده اهو يبدأ يشيل الدهون ديت، يشيلها براحته. هبدأ بقى كده اهو اقول بسم الله، وادي الفراخ الحلوه دي المساج المتين تحت الجلد وفي العظم بقى، وتضغطي كده اهو، وانتي بتحطي التتبيله الحلوه دي، علشان كل الفرخه تتشرب في التتبيله الحلوه دي. ذكر النهارده لا اله الا الله. طول الفيديو بعد الفيديو افضلي قولي لا اله الا الله. باقي تقريبا 3 دقايق في الفيديو، عايزين كلنا نجيب 100 لا اله الا الله. يلا على ايديكي كده، مش هتاخد حاجه، وافضلي قولي لا اله الا الله. استخدمت تقريبا 3/4 التتبيله، وخدت الربع اللي باقي كده اهو على جنب، قبل ما تلمسوا الفراخ ولا اي حاجه. معلقتين من السمن وزيهم من الزيت او اي ماده دهنيه، حطيت فيهم معلقه كبيره من السكر على نار وسط، واستنيت لما السكر يدوب ويبدا ياخد لون. اول ما السكر بدا ياخد لون زي ما انتم شايفين، نزلت فيه ببصلايه متوسطه الحجم، ومخرطاها كده على السريع على ايديا. معلقه من الملح، نص معلقه من الفلفل، معلقه من بهارات الفراخ، ربع معلقه او اقل من القرفه. قلبي بقى البصلايه لحد ما تاخد لون كده هو خفيف، وريحه التوابل تفحفح لك الدنيا. معلقتين كبار من الصويا صوص، وسيبيها بقى كده اهو تاخد مع بعض كده لمده نص دقيقه ولا حاجه. وانزلي على طول بكوبايه كامله من الرز، يعني ممكن كوبايه ومعلقه كبيره ل6 اوراق. لو هتستخدمي اوراق اقل يبقى هنستخدم رز اقل. نزلت على الكوبايه من الرز دي بتقريبا كوبايه الا ربع او اقل من الميه اللي بتغلي. بعديها بقى على النار عاليه، اول ما هتتشرب هوطي كده اهو حاجه بسيطه، واسيبها دقيقتين بعد ما تتشرب، وبس كده. عايزه الرز يستوي نص سوا بس. شفتوا بقى لونه في اللقطه اللي فاتت كانت عامله ايه؟ يلا انتي ساكته ليه؟ افضلي قولي الدقيقتين اللي باقيين في الفيديو لا اله الا الله، لا اله الا الله. شويه خضار بقى كده اهو حلوين، جبت بطاطسيتين كبار حوالي نص كيلو، وكيلو الا ربع من الكوسه، ومعاها بصل، ومعاها 3 4 قرون من الفلفل الرومي، ومعلقتين بالظبط من الزيت، وهريسه شطه او فصين توم، ملح، كمون، كزبره، فلفل اسود، كل دوت بكميه بسيطه مش كتيره. عليهم بقى تتبيله الفراخ الحلوه، وقولي بسم الله، وقلبي الخضار ده كله. تعالوا بقى للخطوه المهمه، وازاي تقلبي وتحولي ورك الفرخه لورك ديك رومي. بصي، تمسكي معلقه كده كبيره، وتبداي تحشي كده هما بين الجلد وما بين الجلد وما بين اللحم بالشكل ده. ما تزوديش قوي في الرز. انا بصراحه هقول لكم واعترف لكم ان انا بصراحه زودت شويه، فكذا ورك بدا ان هو يتفتح معايا، والرز بدا يطلع بره. فانت ما تزوديش قوي، يعني كل فرخه بتاخد من معلقه لمعلقه ونص من الرز ده لو كان الاوراق كبيره. لو الاوراق وسط او صغيره قللي كمان عن الكميه اللي انا قلتها لك. طب لو انت مش عايزه تعملي رز تاني غير الرز ده بالنسبه للاكل، خلاص خلي نفس الرز دوت في الحله، او كتري الكميه شويه. وبعد كده بعد ما تاخدي اللي انت عايزاه الفراخ، حطي الباقي في الحله، وبعد كده اسقيه بميه بتغلي كده وشويه صغيرين، ووطي خالص. بعد بقى ما حشيت اوراق الفراخ الحلوه دي، غطيتها على طول بورق زبده ثم ورق فويل على اعلى درجه حراره، وحطيتها في قاعده الفرن لمده نص ساعه بالظبط على اعلى درجه حراره. بعد كده عريتها بقى، ورميت الفويل ورميت ورق الزبده، وابتديت ان انا اسيبها لمده ساعه على رف اوسط على درجه حراره 200. قعدت بالظبط ساعه ونص، بالكتير قوي ساعه ونص و5 دقايق، يعني ساعتين الا تلت كده ولا حاجه. بصوا الجمال والحلاوه. طب لو ما خدتش اللون اللي انت شايفاه الرهيب ده، هتجيبي الصوص اللي نازل من الفراخ كده هو اللي ما بين الخضار، وتبداي تدهني بيه وش الفراخ، وبعد كده تولعي الشوايه لمده 5 دقايق. لازم تعملي اوراق الفراخ دي بمشيئه الله، وتقولي لي رايك فيها في كل رز وبنت خالتك. ما تنسيش ذكر النهارده لا اله الا الله.